خلاص ابو همام، انا بعت بيتي ومرتي لمت هدومها وهدوم الواد ومستنيين نتكلوا على الله ونمشوا من البلد ومش راجعين تاني. ماشي عرفات، انا هجيب لك ولدك ربع ساعة بس وولدك يكون عندك، بس عرفات لازم تمشي من البلد. استنيك. يا احمد. ها يا عمي. خلاص يا احمد، عرفات وافق انك تديله ولده ويسيب البلد ويمشي. اهو كده الكلام، لازم يعرف حدوده، ده حته ميكانيكا ملوش لازمه. بس انت عمي اللي جرأت الناس دي عليني علشان خاطر راجل هتحكم بين الناس بالعدل ولك كلمه. طيب يا احمد، على العموم انا رجع الواد لابوه دلوقتي، بس بعد كده لنا حساب، وحسابك يا احمد هيكون عسير معاي. عارف ليه؟ عشان دلوقتي انت اللي مشيت كلامك علي. لا يا عمي لا مؤاخذة اقدرش. خلصت دلوقتي. ابو ثعلوب، تعال يا ابو ثعلوب. جاي ليه؟ جاي. خلصت، كفاك فتني، خربت البيوت يا راجل انت واللي زيك. خلصت، ابعد عنينا يا اخي حرام عليك. ده انا جاي بس ابارك لكم واشوف النفوس الصافت، اصلا انا احب اشوف الناس كلها متصافيه مع بعضيه والناس كلها هتحب بعضيه. والله العظيم ابليس يا راجل عايز تعز منك. روحك فينا شرك، انت تمشي ورا دي اللي فرق البيت كله من بعضيه. يا اخي حرام عليك. يا عمي انا مشيتش ورا حد، الراجل ده شاف عرفات ماشي في الشارع يقول انا ضربت احمد علي بالخماسي وما كانش خايف من حد، والواد شيطان وركبه حب يعمل نمري. لكن انا لما ماشي من البلد الناس كلها هتفضل حافظها لي العمر كله، يقول احمد مشى الميكانيكي من البلد بسبب انه طاول وضربه بالخماسي، والسبب كان حكم عمه. مش لما اخذ احمد صابه يضرب على كده ولا احمد واد هالفوت، لا احمد سيد الرجالي. الواد فين؟ الواد جوا يا عمي، روح خده وحسابنا بعدين. ربك يصلح الحال. بس اسمع يا عمي، عرفات لو خد الواد وقعد في البلد انا هولع في عرفات ومرته وولده والبيت كله، وبعد كده ما حدش يلومني، ومش هسمح لاي حد يحدثني حتى نص كلمه. هيمشي يا احمد، هيمشي. ماشي. ايوه كده، لازم كل واحد يعرف مقامه. مش معنى الناس حلت وسطيني تفتكر نفسك انك انت قوي وعرفت تجيب حقك، لا، ده اللي زي ده لو قعد 100 سنه عليه الطلاق بالثلاثه ما يعرف يطلع النمله من جحرها. عرفات